السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه وكده؟ بقالي زمان قوي ما رفعتش فيديوهات، طبعا بسبب الشغل اللي انا فيه دلوقتي، اعذروني والله. بس في فئة من الناس يعني عايز ابعت لهم الفيديو ده ويشوفوه، واتمنى ان هم انا عارف ان هم بيعزوني، وعارف ان هم عايزين مساعدة، عايزين حاجات من دي. بس في بعض الناس بتبقى مبالغ فيها صراحة. معظمها بقى الناس اللي هي بتطلب رقم تليفوني عشان تتواصل معايا، وبديلهم رقم تليفوني، وبعد ما يتواصلوا معايا ابص الاقيه يقول لي البوت مش شغال عندي، البوت مش عارف ايه. انا هرد على الناس دي ماشي. وفي ناس تبعت انا عايز رقم تواصل عشان مش عارف ايه حاصل في ايه انا عبارة عن اني الحاجات اللي انا بعرفها بفتحها وبديها لكم فتعرفوها، عشان ما تقعوش في نفس المشاكل اللي انا وقعت فيها. لان انا عارف ان معظم الناس ما بتقدرش توجع قلبها بالحاجات دي. الناس اللي هي بترفع في فيديوهات وكده، معظمهم بيرفعوا بقى بيفايتهم ولابس لبس جامد وعيل جامد ومش عارف او كده ودي سكة تانية غير اللي هي انا برفعها على قناتي. انا برفع على قناتي اللي هو شرح ومساعدات وحاجات تفهم الناس اللي لسه عايزة تبدأ اللعبة وتخش تلعب وتنبسط. تمام. بس انا رفعت لك شرح الاس بوت، تمام. رفعت لك مثلا حل مشاكله اللي هي العادية، تمام. رفعت لك مثلا حل الار اس بوت انك تشغله ازاي او تحلها ازاي. انا ما نسيتش حاجة على قناتي، ما فيش مثلا مشكلة انا نسيتها. فواحد بقى يخش يقول لي مثلا ده والله في سيرفر كذا الاس بوت ما بيشتغلش عليه. ماشي، ما انا هعمل ايه؟ الاس بوت مش راضي يشتغل، ما هو كده اللعبة مثلا فيها مشاكل، فانا مش هعرف احلها. اروح بقى اكلم الجي ام بتاع اللعبة اقول له الاس بوت مش راضي يشتغل مثلا. تمام. انت بقى شاكك في نفسك وشاكك في السيت اب وطريقة اللي انا عملتها في الشرح. ماشي، ما هو انا برضو مش هساعدك، لان انا حطيت لك الفيديو كمساعدة ليك ان انت تتفرج على الفيديو، وبعد ما تتفرج على الفيديو هتفهم فهتحل مشكلة. تمام. انما انت ما رضيتش تتفرج على الفيديو، انت شايف مثلا الفيديو 15 دقيقة. يا عم انا مش هخش اتفرج على 15 دقيقة، انا عايز اسألك بس. كان في واحد بكلمه بيكلمني، فرديت عليه كده بقول له والله الرقم ده انا حاطه من اجل الناس اللي كانت عايزة تعمل سيرفر وكده، فده رقم شغل. اما ردد عليا كده بالطريقه دي بيقول لي يا عم خلاص يا عم، ما كانتش انا بطلب منك مساعده في حاجه ومش عارف ايه، انت هتتنطط عليا ليه؟ هتنطط عليك؟ انا مش انا هتنطط عليك ليه؟ انت متصل عليا والرقم ده انا حاطه من اجل شغل، فانت هتتصل من اجل شغل، من اجل بقى شرح في ان الاس بوت مش راضي يشتغل عندك. فانت تقدر تخش على القناة بتاعتي هتلاقيني شارح كل مشاكل الاس بوت، مفيش مشكلة مش هتبقى موجودة على قناتي. انت كل اللي مطلوب منك ان انت هتخش تدور، فهتلاقي في قناتي الشرح المناسب ليك. رقم واحد، الاس بوت مش راضي يشتغل، تمام. مش راضي يشتغل، بيطلع رسالة كذا، والله بنلغيه وبننزل الاس بوت الجديد. الاس بوت الجديد فين؟ على الجروب. بتخش الجروب، بعد ما تخش الجروب بتلاقي كلمة داونلود، تضغط داونلود تلاقي كل البرامج المستخدمة في القناة بتاعتي، سواء برنامج التبليص، برنامج اللي هو الملفات الناقصة، كل البرامج دي موجودة على الجروب بتاعي. فانا مش ذنبي ان انت مستخسر وقتك وعايز تنجز فتخش بقى تكلمني وتقول لي كده. انا مش حاطط رقمي من اجل ان انا اقعد اشرح لكل واحد شرح خاص مثلا لا. انا حاطط رقمي من اجل ان كان في شغل، فانت داخل تكلمني من اجل الشغل ده بس.
انما مثلا واحد بقى داخل يقول لك ده انا الاس بوت بيطلع لي رساله، ما هو بيطلع لك رساله تمام. انا في بوت جديد حاطه برضه غير القديم. يعني دلوقتي في بوتين، واحد اسمه شيفا اللي هو البوت اللي عمله شيفا، وواحد تاني معمول مش فاكر باسم مين، ده الجديد. فالاتنين موجودين، مش معقوله الاتنين مش هيبقوا شغالين عندك يعني. واحد تاني بيقول لي انا عايز رقمك عشان انا بكلمك في الار اس. ار اس ده انا عمري ما استخدمته، انا بس وريتك طريقة انك انت ازاي تسطب البوت وتشغله وتخش بيه اللعب. ناس تسألني الام بوت احسن اشغله هو ولا اشغل الاس بوت؟ شغل اللي انت ترتاح له، اللي انت شايفه اسهل. في ناس اتعودت على الام بوت، وبعد ما بتتعود على الام بوت يجي يروح للاس بوت يلاقيه مكعبر وصعب. والناس اللي اتعودت على الاس بوت لو راحت للبي اتش بوت بتلاقيه صعب. لا، ما هو انت على حسب ما هترتاح لايه. انا برتاح للاس بوت، ما بستخدمش غيره تمام. فبحبه جدا، سلس، بينجز معايا، تك تك اعداداته خلصت، سطبت ايميلاتي 10 دقايق اكون مخلص كل حاجه، مش ناسي حاجه. فالاس بوت انا بحبه. تيجي بقى تقول لي مثلا الام بوت انا تقعد تجيب لي فيه تفاصيل زياده، ما هو انا ما بتعاملش بيه. انا كنت في شويه نقط وريتها للناس اللي هي مش عارفه تحلها، فانت تخش لقيت الحل هنا قشطه، ما لقيتش خلاص انا اعمل ايه. انا بقى مش هبقى اعرفه يعني. هتقول مثلا انت في حاجه ما شرحتهاش، ما انا ما اعرفهاش هشرحها ازاي؟ اللي انا ما اعرفوش ما شرحتوش، اللي انا اعرفه شرحته. مش ناسي حاجه مثلا، فاهم؟ انا مش ناسي حاجه. انا في فيديو عندي واحد كلمني بيقول لي حصل واحد اتنين تلاته والاس بوت مش راضي يشتغل. قلت له لا، ما هو انت مش هتبقى شايف الشرح ومتابعه ومش هيشتغل، في حاجه غلط تمام. جرب مرة واتنين وتلاتة واربعة وبرضه مرضاش يشتغل. قمت جاي قايل له لا، النسخة عايزة تتغير. ما هو دلوقتي انت عملت كل حاجة، اعمل نسخة تانية مش نفس النسخة. يعني مش مثلا انت تعمل لي ويندوز من الاول وجديد نفسها، ما هي نفسها المشاكل كانت فيها. اعمل نسخة جديدة بقى خالص، نسخة 10 مثلا. طب جهازي والله ما يقدرش يشغل 10، يبقى خلاص جهازك كده مش هيعرف يشغل سلك. ما هو هتقول ايه؟ في 10 خفيف، في نسخات 10 خفيفة تقدر تجيبها من على النت وتظبطها وهتلاقي في 10 خفيف. فحاول الناس اللي هي رسالة الناس دي اللي هو خش اتفرج على الفيديو، افهم الشرح، ما تقعدش تجري. لان في التجرية ساعات بيفوتك النقطة اللي هي اصلا اهم نقطة في الفيديو كله. انت لما بتجري بعد ما هتجري الفيديو تمام، هيفوتك مثلا ان انا عملت حتة في النقطة دي، فانت ما عملتهاش بقى، ما انت جريت ما شفتهاش، فانت ما عملتهاش. فتيجي تقول لي ده مش شغال يا عم، انا عملت اللي انت بتقول عليه بالظبط. لا مش بالظبط، انت ما عملتش اللي انا بقول عليه. فياريت يا شباب الناس اللي بتسأل دايما على رقمي من اجل ان انا اشرح لهم حاجة خاصة، لا، هو قناتي عليها كل حاجة. شكرا، سلام عليكم.